أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، كل عام وأنتم بخير. هنبدأ مع بعض النهاردة ونتكلم في درس جديد. الدرس الجديد بتاعنا بالنسبة للتاريخ طبعا إن شاء الله بإذن الله هيكون عن مصر والقضية الفلسطينية. طبعا عن صورة العلم المصري وصورة العلم الفلسطيني، معناه إن الدرس هيتكلم عن مصر والقضية الفلسطينية. طيب نبدأ كده، بس ما تنسوش تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وأي حاجة محتاجة تقدر تتواصل معانا في التعليقات أو على رقم الواتس. نبدأ كده بسم الله مع مستر جبريل محمود. طيب طبعا قلنا الدرس بيتكلم عن مصر والقضية الفلسطينية. عندنا مجموعة أهداف للدرس. طبعا هنتكلم عن زي نشأة القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية. بعد كده هنتكلم عن أسباب حرب 1948 وموقف الولايات المتحدة. وبعد كده هنتكلم عن أسباب العدوان الثلاثي على مصر وموقف الدولة منه. وبعدين نتكلم عن حركة الجهود الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية. ونبدأ كده عن أول نقطة نتكلم فيها عن أهمية فلسطين. ده يقول لي بما تفسر لفلسطين أهمية كبيرة. أقول له رقم واحد، قلنا فيها السيد المسيح عليه السلام اللي هو سيدنا عيسى، وإليها أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم. أسري يعني كانت رحلة الإسراء، والمعراج كانت من مكة من المسجد الحرام إلى القدس اللي هو هناك في المسجد الأقصى. اثنين، يوجد بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين للمسلمون أول ما صلوا كانوا بيصلوا ناحية المسجد الأقصى. طيب ثالث الحرمين عندنا الحرم المكي رقم واحد اللي هو المسجد الحرام اللي هي الكعبة، والمسجد النبوي رقم اثنين، والمسجد الأقصى يعتبر رقم ثلاثة. طيب بعديها عندنا رقم ثلاثة نتكلم عنها، هي موقعها المتميز مما جعلها مطمع للغزاة عبر العصور. طيب عاش فيها الفلسطينيين، عاش في فلسطين عدد قليل من اليهود. لما نقول عاش في فلسطين عدد قليل من اليهود حتى قيام الحرب العالمية الأولى 1914 لحد عام 1918، معناه ان كان معظم الشعب يتكون من العرب سواء كانوا مسلمين او مسيحيين. طيب دي نلاقي ان الوعد الوطن لليهود. مين اللي اصدر وعد لليهود في فلسطين؟ الادركت بريطانيا أهمية فلسطين، لذلك سعى لتأمين فكرة إنشاء وطن اليهود بفلسطين بإصدار وعد بولفور عام 1917. الوعد ده بينص على إيه؟ تتعهد بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طيب تبقى بريطانيا هتدي فلسطين لمين؟ لليهود. طيب مين اللي عمل الوعد ده؟ جيمس بولفور، اللي هو وعد بنسميه وعد بولفور عام 1917 ل 2017. وكده بنقول بريطانيا هي التي صنعت مشكله فلسطين. بريطانيا هي صانعت مشكله فلسطين. طيب نبدا يوسف هذا التصريح بانه ايه؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. من لا يملك اللي هي انجلترا، من لا يستحق اللي هي اسرائيل او اليهود. طيب بعديها دي في معلومه اسرائيليه ان اصل الحركه الصهيونيه بتقول لهرتزل اللي طالب بانشاء وعد قومي لليهود، وكانت لندن عاصمه بريطانيا هي مركز الصهيونيه. طيب نتكلم بقى عن الانتداب البريطاني على فلسطين. طيب يعني ايه انتداب يا مستر؟ يعني احتلال. طيب خلينا الانتداب شعب الاستعمار. طيب وضعته الامم المتحده بعد ذلك الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ل 1918. طيب انت بقى كلمه الانتداب معناها استعمار.
قرروا الدول الحلفاء الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع تنفيذ وعد بولفور. تبقى كده خلاص فلسطين هتكون تحت الانتداب البريطاني وتبدأ بريطانيا تنفذ وعد بولفور. طيب هتنفذه ازاي يا مستر؟ تعالى نشوف. بيقول لك في مؤتمر سان ريمو عام 1920 اللي كان موجود في ايطاليا في ابريل 1920 اللي هو اعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين. تبقى الانتداب يبدا من 1920 ميلاديا وفي اصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني او الاحتلال البريطاني. اتجاه المؤتمر قررت حكومه الانتداب البريطاني اتخاذ عده اجراءات عشان ينفذوا بعد بولفور اللي هو كان كانه وزير خارجيه بريطانيا. طيب وعد بولفور هينفذوه ازاي؟ عن طريق حاجتين، واحد السماح بهجرة الكثير من يهود العالم إلى فلسطين، اثنين السماح بانتقال ملكية الأرض من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق الشراء. تبقى أول حاجة اليهود هيطلعوا من دول العالم يروحوا على فلسطين، وبعدين هياخدوا الأرض من عرب فلسطين عن طريق الشراء. يا ترى الفلسطينيين هيقاوموا الحركه دي ازاي؟ طبعا عندنا كده معلومه اسرائيليه بتتكلم عن ترجع اهميه فلسطين لبريطانيا الى انها تعتبر خط الدفاع الاول من الجهه الشماليه لمستعمراتها في افريقيا. طيب موقف الشعب الفلسطيني من اجراءات حكومه الانتداب او تنفيذ وعد بولفور. دلل قوم الشعب الفلسطيني اجراءات حكومه الانتداب او وعد بولفور. قام الشعب الفلسطيني بالعديد من الحركات الوطنيه من 1920 حتى عام 1939 اهمها واختارها انتفاضه 1929 اثنين ثوره 1936 بقياده اللجنه العربيه. تبقى عندك حاجتين في انتفاضه دي حركه بسيطه او صغيره، وفي ثوره حركه كبيره عام 1936. بيجي يقول لي كانت ثورة 1936 بقيادة أو اللجنة العربية. طيب نتكلم عن تقسيم فلسطين عام 1947. بريطانيا عرضت قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة عام 1947 فوافقت على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية، اثنين دولة يهودية، ثلاثة منطقة دولية اللي هي القدس قسمت بين العرب واليهود. تبقى قسمت فلسطين ثلاث أقسام. يا ترى إيه اللي يحصل؟ موقف الدول العربية من ذلك موقف اليهود من ذلك. اختلفت ردود افعال بريطانيا والعرب واليهود من القرار الاتي. يقول لي دلل، اقول له خد عنك رد فعل اليهود. اول حاجه اليهود رحبوا بقرار التقسيم، وطبعا قامت العصابات اليهوديه الصهيونيه بالحرب والمذابح. طيب وطرد العرب من ديارهم، الثاني ارتكاب المذابح وحشيه في حرب فلسطين، اهمها مذبحه ايه يا مصر؟ دير ياسين. اهمها مذبحه ايه؟ دير ياسين. اهم مذبحه اللي هي قلنا يا جماعه مذبحه دير ياسين. طيب بعديها نتكلم عن موقف الدول. طيب خلينا نتكلم الاول عن رد فعل بريطانيا. بريطانيا امتنعت بريطانيا عن التصوير. رفضت بريطانيا التصوير، ما خدتش قرار لا بايوه ولا بلا. كانت الناس تنسحب قوتها وتنتهي انتداب على فلسطين في 14 مايو 1948. قالت خلاص انها تاخد القوات بتاعتها وهتمشي منين؟ وهتمشي من فلسطين. امتى يا مستر؟ 14 مايو سنه 1948. طب رد الدول العربيه، نرجع تاني كده ونشوف رد الدول العربيه من قرار التقسيم. رد الدول العربيه، رفض الدول العربيه مشروع التقسيم. تبقى الدول العربيه رفضت قرار التقسيم. طيب بعد كده فتحت الحروب بين اسرائيل والعرب. تعال نشوف عدد الحروب والمواجهات
بين إسرائيل والعرب منذ عام 1948 حتى عام 1973. شوف الحروب دي تضم هذه الحروب: حرب فلسطين 1948، عدوان الثلاثي على مصر 1956، العدوان الإسرائيلي على مصر 1967، حرب الاستنزاف 1969 ل 1970، وبعدها حرب أكتوبر 1973. طيب، أول حرب فلسطين عام 1948 إيه سبب الحرب؟ أول حاجة إعلان قيام دولة إسرائيل. إعلان قيام دولة إسرائيل. طيب، خلينا ناخدها واحدة واحدة. اليهود أعلنوا إنهم هيعلنوا الدولة بتاعتهم إمتى؟ قال لي 15 مايو 1948. الله، أمال إنجلترا خرجت إمتى؟ 14 مايو. دي تاني يوم على طول، 15 مايو خرجت. اليوم اللي خرج فيه اليهود 14 مايو. إسرائيل أعلنت قيام دولتها 15 مايو 1948، وبعدين تحركت الجيوش العربية إلى فلسطين بهدف. إيه الأهداف من كده يا مستر؟ عندي أول حاجة نصر وإنقاذ العرب الفلسطيني من بطش اليهود. تمام؟ هم عاوزين إيه؟ العرب ينقذوا اليهود، ينقذوا الفلسطينيين من بطش اليهود. اثنين، يساعدوا الشعب الفلسطيني في إقامة حكومة وطنية على أرضه. طيب، فيها أطراف هذه الحرب، خليك معايا كده. أطرافها الجيوش العربية ضد إسرائيل. طب إسرائيل كان لوحدها؟ قال لا، تدعم الولايات المتحدة الأمريكية. الأحداث، أول نقطة نتكلم فيها في الأحداث في بداية المعركة. في بداية المعركة مين اللي هينتصر؟ اللي في بداية المعركة سوف تنتصر الجيوش العربية، وحققت الانتصارات. تمام؟ حققت الانتصارات على القوات الإسرائيلية. وبعدين الولايات المتحدة تقدمت إلى مجلس الأمن واقترح وقف القتال، وعملوا هدنة مدتها شهر 30 يوم يمتنع كل الأطراف خلالها عن جلب الأسلحة، محدش يجيب سلاح، والمحاربين الناس اللي هتحارب إلى فلسطين، ويكون ذلك تحت إشراف دولي. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل إسرائيل تلتزم بذلك والعرب يلتزموا بذلك، ولا مين اللي يخالف؟ التفاضل. موقف اليهود، نقد اليهود أو الناس نقضوا الهدنة وبدأوا في تقوية قوتهم من حيث العدة والتسليح والتدريب. طيب، بعد السر، طب العرب التزموا بالهدنة. بعد السر في القتال ظهر تفوق اليهود على جميع الجبهات في القتال، وانتصروا على كل الحروب العربية. طيب، خليها كده. مما أدى ذلك إلى تراجع القوات العربية وانهزامها في حرب فلسطين 1948. النتائج عندك كده النتائج مع بعض. رقم واحد، هزيمة الجيوش العربية. طيب، مشكلة كبيرة. كل الدول العربية اتهزمت في هذه الحرب. في حرب فلسطين 1948 أدى ذلك إلى استيلاء اليهود على جميع أراضي فلسطين ما عدا. يبقى كده اليهود سيطروا واحتلوا كل الأراضي الموجودة في فلسطين، يعني احتلوا على فلسطين كلها. هنا ما عدا قطاع غزة. قطاع غزة يا جماعة أصبح تحت الإدارة المصرية. مصر اللي بتديره الضفة الغربية، وبها القوات الأردنية. القدس التي ظلت مقسمة بين العرب وبين اليهود. طيب، خلينا نكمل كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. وادي عندي فلسطين، وازاي الاراضي المحتله، القدس والضفه الغربيه وقطاع غزه الموجود اللي احنا اتكلمنا
عن بطاقة الإدارة المصرية، وعندي بعد كده الضفة الغربية كبار القوات الأردنية. هنتكلم بعد كده عن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. بس هنقف عند النقطة دي، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل المرة الجاية باقي الدرس. ما تنسوش تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.